بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مازلت متواصلة معكم في سلسلة تحضير أطباق شهر رمضان المبارك. اليوم جيتكم بهذا الطبق واللي هو لا بوري في الفور، تجي بزاف بنينة بكريات الدجاج، يعني أقل من ربع صدر دجاج رايحة ديري به هذا الطبق بهذا الأجبان. شوفوا كيفاش تجي معسلة وبنينة ومفرمجة. نديرو جام للفيديو بعدها نبداو مباشرة في وصفتنا. هنا عندي كمية من البطاطا، أنا استعملت حبة واحدة الحجم تاعها متوسط. كنت فورتها وخليتها طابت جيدا. ضفت عليها ملعقة متوسطة من المارغرين وحبة من الجبن. باستعمال هذا الأداة نجي أن نمعسها بهذه الطريقة، نمعسوها جيدا. كي تكون سخونه رايحه تستمعس معكم بكل سهوله. جبت هذا البلاطو اللي يدخل للفرن، يعني ما كنت درت له حتى حاجه. فرغت فيه البطاطا تاعي، كنت مشيتها بهذه الطريقه. من جهه اخرى عندي كما قلت لكم اقل من ربع صدر دجاج، درت له كميه من الملح، كميه مليحه من توابل الدجاج، ضفت له رشه من الفلفل الاسود ورشه من الكزبر. يعني ما نكثرولوش بزاف هكا التوابل باش لابوري تاعنا ما يجيش الطعم تاعها غالب عليه الذوق تاع التوابل. ضفت لها كميه من المارغرين باش الدجاج تاعي يجيني طري، وضفت ايضا كميه قليله من الزيت باش الدجاج ما يلصقش في يدي. هنا ما تضيفوا حتى حاجه، يعني ما ديروا له لا شابلور لا بياض بيض ولا حتى حاجه. دهنت يدي بكميه من الزيت ونجي نشكلها على شكل كريات. الحجم تاعهم يكون متوسط، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار. بعد ما كملت الكميه كامله كنت حطيت المقله تاعي تسخن على النار، ضفت لها كميه قليله من الزيت ونجي نقلي الكريات تاعي. هنايا لازم المقله تاعكم تكون ما تلصقش. لو كانت تكون المقله تلصق رايحين يلصقوا لكم الكريات. من الاحسن تستعملوا مقله اللي تكون ما تلصقش. خليهم هنا يحكموا رواحهم بعدها باش تحركوا المقله ويتقلبوا لكم كامل بهذه الطريقه. خليهم حتى يديو هذه التحميره الخفيفه، يعني فقط يديو اللون الذهبي. بعدها نجي نضيف عليهم كميه من لاصوص طوماط. بالنسبه لي انا لاصوص طوماط كنت خادمه منها كميه ومحتفظه بها في المجمد. ثم اذا ما عندكمش لاصوص طوماط واجده اخدموها عادي، حبه طماطم شويه كبيره رابيوها، ديروا لها فص ثوم، شويه فلفل كحل، زعتره، خليوها طيب جيدا وضيفوها على الكريات تاعكم. هنا بعد ما تشربوا لي هذيك لاصوص طوماط نجي نفرخهم فوق لابيوري تاعنا بهذا الشكل. هذا الطبق يجي بزاف بنين وبزاف راقي، ولابيوري تاعكم تجي بزاف بنينه. نسيي كيفاش نوزع الكريات تاعي بشكل متساوي، ونزيد نفرغ طبعا هذيك لاصوص من الفوق. في هذا الوقت كنت شعلت الفرن تاعي من الاعلى ومن الاسفل. نجي هنا نضيف له كميه من الاجبان. انا كنت درت خليط ما بين الفرماج العادي نابولي، وزدت له كميه من الجريير والجودا وكميه قليله من الموتزاريلا باش يدير لي هذاك الخيوط فيه. دخلته للفرن كما قلت لكم. اذا كان الفرماج تاعكم استعملتوا فقط العادي نابولي ضروري انكم تغطيو البلاطو تاعكم باش يذوب. اما اذا استعملتوا الانواع المليحه كما الشيدار والجودا والجريير هذوك يعني رايحين يذوبوا. شعلت له من الاعلى ومن الاسفل في نفس الوقت، من بعد 10 دقائق والله شفتوا ذاب لي الفرماج بهذه الطريقه. خرجت البلاطو تاعي وكان هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعي. جاء بزاف بنين وبزاف هايل، رايحين تلحسوا طباسه وما تخليو منه والو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. سلام.